شايفين معايا ولا مش شايفين ولا ايه نظامكم؟ بص، دي الوصفه بتاعتي ودي ايدي. انتوا شايفين الفرق بين الوصفه وبين ايدي؟ السبراي الكوري ده انا اشتريته ب 280 جنيه، بس برضو عملته في البيت ب 5 جنيه بس. تخيلي كده نفس الافكت اللي بيديه السبراي الكوري ده لما تحطيه على ايدك هديهولك انا ب 5 جنيه بس، بوصفه سحر يا جماعه، سحر حرفيا حرفيا. فيلا بينا بقى نتحمس ونشوف المقارنه ما بين السبراي الكوري ابو 280 جنيه والوصفة السحرية بتاعتي ام 5 جنيه. اتحمسوا معايا كده وحطوا لايك وسبسكرايب عشان نبدأ الفيديو، وعشان اي فيديو بنزله يجيلكوا، عشان انا كل وصفاتي سحرية وكل وصفاتي خطيرة خطيرة خطيرة. فيلا بينا نشوف ده هيعمل ايه وده هيعمل ايه. يعني لو مرجحين كده ان ده اللي هيكسب قولوا لي في الكومنتات، ولو مرجحين ان الوصفة السحرية بتاعتي هي اللي هتكسب قولوا لي برده في الكومنتات. ويلا بينا. وحشتوني يا سكاكة. تعالوا بقى النهارده هنجرب السبراي الكوري، وهنشوف الفيديو اللي منتشر على النت على طول وكل الناس هتموت عليه، وقد ايه هو بيبيض الجسم وكل ده. وبعد ده كله بقى هنعمل الوصفة بتاعتنا ام 5 جنيه اللي هتخليكي فلة فلة كده، و5 جنيه بس بدل 280 جنيه. تعالوا بقى نشوف الفيديو اللي منتشر وكل الناس بتتكلم عنه. اتفرج معايا. بصوا حطيته بس دهنت كده بس، ايديها اتحولت من اللون القمحاوي ده للون الابيض، اللي هو يعني حاجة وهم انا مش مصدقاها. فهنجربه معاكم دلوقتي اللحظة الحاسمة. يلا بقى نشوف المصداقية يا جماعة. نجرب بتاع ابو 280 جنيه ده ونحطه هنا وندهن بقى ونشوف. هنحط منه، مش هنستخسر، هنحط كتير عشان ما تجوش تقولوا انت حطيته قليل وما عملش افكت او عمل افكت. هنشوف بقى كل الكلام ده. جاهزين ولا مش جاهزين؟ تتوقعوا هيعمل ايه؟ انا اتوقع ان هو، عشان جربته قبل كده بس مش هقولكم، تعالوا نجرب. بصوا انا اصلا كنت حاطه منه حته، استنى، هي دي اهو. زي ما انتم شايفين كده نبدأ بقى ندعك الكلام اللي احنا حطيناه ده كده كله. ادعك 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 اهو. محدش يستخسر، ادعكوا بما يرضي الله كده ونشوف الذمة بتاعتنا هتعمل ايه اهو. انا شايفة فيه نتيجة كويسة، بس في حاجة ان ده ما بيتحطش على الوش، غلط، ده يتحط على الوش. شايفين الفرق؟ شايفاه فرق كويس جدا. بس بقى يا جماعة عملنا بقى وصفة تحط على الوش في اي مكان في الجسم ما تخليكي منوره كده. شايفين الفرق بتاع السبراي الكوري وده من غير سبراي؟ يا ترى بقى ايه هي الوصفه بتاعت النهارده؟ ايه هي الحاجه اللي هنعمل بيها الوصفه؟ والوصفه مكونه من ايه؟ وازاي اصلا طبيعيه؟ وازاي بنحطها على اي منطقه في الجسم؟ وش، ايد، رجل، اي حته اي حته اي حته، وتعمل نفس الافكت اللي احنا شفناه بتاع السبراي الكوري. اول حاجه معانا في الوصفه بتاعتنا احنا محتاجين حاجه مرطبه. طبعا ده قبل المقاطعه كنت جايباه، بس احنا محتاجين معانا كريم مرطب او زيت الاطفال ده. شايفين ده المكون الاساسي. دي طبعا حاجه موجوده عند كل بنت فمش هتدفعوا عليها فلوس. الحاجه بقى رقم 2 هنجيب من عند اي عطار لون طعام ابيض، بودر او جل، في لون طعام كده شبه الجل شويه. هنجيبه من عند العطار ب5 جنيه. 5 جنيه بقى دي هتغرقنا. ونعمل ايه بقى؟ نجيب حبه من زيت الاطفال او الكريم المرطب وهنحطهم في حاجه صغيره شبه كده، وهنجيب اللون بتاع الطعام الابيض ونحطه. ويا ريت لو جبنا جليسرين طبي من اي صيدليه، بجد هيخلي في الايد، هيخلي الايد كده في الشتاء ناعمه ومش هتقشف خالص من الشتاء بقى والمواعين والكلام ده كله. وكمان هيبقى حاجه طبيعيه انت حطاها بتديكي درجه كويسه لايدك. وكمان لو حطاها في الصيف هتحسي بقى كده ان انت عملتي تفتيح لايدك بقى، تفتيح لوشك لاي منطقه في جسمك، وسعرها رخيص جدا. فهنحط منها هنا شويه وهنحط اللون بتاع الطعام وهنحط جليسرين وهنقعد بقى نقلبهم. وبعد كده نجرب. انا كده كده كنت عامله الوصفه، تعالوا بقى نجربها ونشوف الافكت بتاعها. حان وقت الحقيقه والنتيجه. طبعا الايد دي افتح شويه من الايد دي، هي زي ما احنا شايفين عشان هنا استخدمنا السبراي الكوري. تعالوا بقى نستخدم على الايد دي الخلطه بتاعتنا. فانا هاخد منها كده بايدي وهحط هنا اهي. دي هاخد كده واحط. وتعالوا بقى نشوف الوصفه بتاعتنا هتعمل نفس الافكت ولا لا. انا كده كده عارفه النتيجه، بس توقعوا بقى النتيجه في الكومنتات وقولوا لي. بصوا يا جماعه انا منبهره، انا منبهره بوصفاتي والله. انا كده كده مش بعمل اي حاجه غلط. تعالوا نجرب. انا شايفه، انتوا شايفين انا ما دعكتهاش على ايدي كلها، يعني انا اصلا حطيت على ايدي كلها غطت على السبراي الكوري. انتوا شايفين الفرق؟ دي الوصفه وده السبراي الكوري. انتوا شايفين معايا ولا مش شايفين ولا ايه نظامكم؟ بصوا اهي. وحرفيا دي بقى ريحتها حلوه وترطيب وحاجات امنه جدا. مفيش اي حاجه من اللي موجوده في السبراي الكوري اللي انت اصلا مش عارفه
ايه مكونات. انتي متخيله معايا ان دي ب5 جنيه وده ب280 جنيه ودي احسن من ده؟ انا الصراحه مش متخيله، ما كنتش متخيله غير لما جربت. فانتي كمان يلا قومي بسرعه جري اجري جربي الوصفه دي وتعالي قولي لي عملت معاكي ايه. واستني مني وصفات جامده جدا بجد الفتره الجايه، خصوصا بقى عشان رمضان بقى والعيد والحاجات الحلوه دي. وبجد كل وصفه هتبقى اروع من التانيه. متنسيش بقى اللايك والسبسكرايب عشان اي وصفه بنزلها تجيلك على طول وتبقي كده قمر طول الوقت، عشان احنا اصلا امارات. وبس كده، يا رب تكوني استفدتي. باي.